السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركة وطاقة ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انت اول مرة تزور قناتي نوريني باشتراكك عن طريق المستطيل الاحمر اللي تحت الشاشة، اضغطي عليه هيظهر لك الجرس، اختاري الكل علشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصلكم بإذن الله. وما تنسونيش بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا ونقول بسم الله. صباح الفل وصباح النشاط وصباح الطاقة الإيجابية، ويومكم سعيد مبارك يا رب علينا وعلى الجميع. نبدأ اليوم بتاعنا بكل همة ونشاط، والله المستعان. عاملين ايه؟ وحشتوني، وحشتوني قوي 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 قوي، اقسم بالله. بقى لي يومين اتنين ما بنزلش فيديوهات، بس اليومين دول حاسه ان هما اسبوعين اتنين مش يومين اتنين بس، اقسم بالله. بس الحمد لله يا رب، الشكر لله. يعني ربنا ييسر ان شاء الله باذن الله، ويدبر كده الامور ان شاء الله، ونرجع نواظب في تنزيل الفيديوهات يوميا ان شاء الله باذن الله. واسفه جدا 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 على التاخير. عيلتي واخواتي وحبايبي، ربنا يا رب يبارك لي فيكم ويسعدكم وما تحرمش منكم ابدا ابدا ولا من سؤالكم عليا، ويديمكم نعمه كبيره جدا جدا في حياتي. يلا بينا بقى نفوق كده من الغيبوبة اللي انا كنت فيها دي شوية، وندخل بينا بقى على شوية نشاط كده. واقوم عايزة اقول لكم، يعني لو تصدقوني ان انا بقالي مثلا يومين ثلاثة ما بطبخش حرفيا والله العظيم. متقضية بيض وجبنة وفول كده، عندي كمية كسل، يعني بصوا غير طبيعية بجد والله العظيم. فالحمد لله يا رب والشكر لله. نقوم بقى كده ونشوف اللي ورانا ونملى بيتنا طاقة ونشاط ونظافة. في الاول كده حبيت ادي للبوتاجاز بتاعي الشاور بتاعه، او ان انا اغسل البوتاجاز بتاعي كده، نصبح عليه ونقول له صباحك فل صباحك قشطة. يلا بينا ندخل كده ايه على الروتيننا ونشوف ورانا ايه. كان عندي حليب. الحليب ده انا كنت مطلعاه اصلا، يعني هو كان عندي في الفريز، يعني كان جه بعدين ما ملكتش ان انا اغليه، عينته في الفريزر. فعشان كده انا بختبره بشوفه لا يكون راب، لا يعني يروب وكده، وعشان ما يبصش مني خساره. فكان جالي وما ملكتش ان انا اغليه، فعينته في الفريزر. وبعد ما طلعته من الفريزر ما ملكتش ان انا اغليه تاني، فسبته على الرف لتاني يوم. بس الحمد لله لقيته حليب. فانا بختبره ان هو بروح مسخنه الحله شويه، وبروح يعني ايه حاطه شويه حليب. لو عايزه تعملي في الحله تمام، لو مش يعني مش عايزه تختبري في الحله، حطي كده يعني حوالي نقطتين ثلاثه في المعلقه، وحطي المعلقه على النار. لو لقيتيه قطع يبقى كده الحليب، طبعا مش نرميه استحاله. الحليب لما تلاقيه قطع معاكي او يروب معاكي، على طول روحي مكيساه، وممكن تعجني بيه احلى قرص، احلى معجنات تعمليها. بصوا احلى احلى قرص بتتعمل هي اللي هي بتبقى باللبن الرايب او الزبادي وكده. فالمهم لقيته حليب الحمد لله. قلت كويس خير وبركه، غليته وسبته بقى كده لما يبرد. بعد ما بيبرد بشيله واحطه في التلاجة. وتاني يوم بروح لما القشطه من عليه. القشطه دي احنا بنحتاجها وحلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم القشطه دي لوحدها كنز، اقسم بالله العلي العظيم. القشطه دي ربنا يا رب يبارك لهم الناس اللي هم عندهم ضمير، واللي هم عندهم ذمه وبيخافوا ربنا سبحانه وتعالى. دول ربنا يبارك لهم ويملى لهم حاجتهم خير كمان وكمان، اللهم امين يا رب العالمين. انما الناس اللي بتغش وبيبيعوا الحليب غالي وكمان مغشوش، يعني ربنا يعني مش طالعه من بقي ان انا اقول ربنا يسامحهم بصراحه، ربنا يهديهم والله العظيم. المهم غلينا الحليب وشلته، وعينته بقى ايه يعني شلته من البوتاجاز علشان يبرد وكده. عندي هنا الفول كنت نقعاه من بالليل، كنت غسلاه ومنقياه ونقعاه طول الليل. جيت تاني يوم بقى رحت على طول في ميه مغليه الفول علشان القشره بتاعته تبقى طريه، ما تبقاش مجلده معاكي الفول لما تغمقش معاكي. نزلي الفول في ميه مغليه، وميه ما حطيت زي ما حضراتكم شفتوا، نزلت الفول في ميه مغليه وحطيت عليه شويه عدس، وحطيت عليه طماطمايه. تصدقوا بالله انا ما افتكرتش الليمون الا حالا قولوا لا اله الا الله. انا ما افتكرتش الليمون الا حالا، وانا بصور حالا مع حضراتكم وكده. بس بصراحه ما شاء الله تبارك الله الفوله بيضه، يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني هنا انا ما عصرتش اصلا ليمون، انا الفول بتاع المره دي نسيت اعصر عليه عصره الليمونه، وبروح ايه راميه القشره مع الفول وهو بيتدمس عشان الفوله تبقى بيضه. ما شاء الله تبارك الله. بصوا الجميل جميل من يومه يعني
ما شاء الله تبارك الله الفول انا ما حطيتش عليه ليمون، بس ما شاء الله الفوله بيضه وجميله وزي الفل زي العسل. والحلل اللي استانلس انا بعمل فيها بدمس فيها فول عادي جدا جدا، وما بتزرقش يعني الحمد لله. انما اللي بيزرق هي الحلل الالومنيوم، هي اللي بتتزرق. انما مثلا عايزه تدمسي فول، دمسي مثلا في ممكن في سيراميك، في تيفال، في ستانلس، عشان خاطر الحله ما تزرقش معاكي وتحتاج بقى مجهود معاكي، مجهود جبار في النظافة. فالحمد لله يا رب والشكر لله، وربنا يديمها علينا نعمة نعم يا رب، اللهم امين امين يا رب العالمين. حطيتي اللايك ولا لسه؟ فضلا منك يلا حطي لي لايك للفيديو. بما اني بقول لكم بقالي يجي يومين 3 ما كنتش بطبخ خالص، فقلت النهارده بقى ايه لما اعمل كده اكله يعني بقى يعني بص لان يعني ايه اكله كده اطبخ بقى فاهمين. فجبت هنا وطلعت كيس لحمه، نص كيلو من اللحمه. إيه طبعا شطفته وبعدين نزلت عليه بدون اي ماده دهنيه، لان ما شاء الله اللحمه فيها يعني كميه دهون كويسه تعمل لي شوربه حلوه. انما لو الشوربه خفيفه، لو اللحمه حمراء وما فيش فيها دهون، حطي نص معلقه من السمنه البلدي وشوحي فيها اللحمه، وبعدين بصلايه وطماطمايه وورق انا مش عارفه النهارده انا ما كنتش مركزه. شوف انا كنت هقول لكم ورق لوري وحبهان، انا نسيت احط ورق لوري. انا مش بقول لكم انا اليومين دول بصوا دماغي في حته تانية خالص بصراحه. فالحمد لله يا رب. إيه اللهم صل على النبي. جيت انا بقى بعد ما حطيت الحبهان والكباب الصيني والفلفل الاسمر والبصل والطماطم، نزلت عليه بالميه المغليه عشان الشوربه تبقى رايقه معاكي وتبقى بيضه وحلوه وجميله وزي الفل وتبقى رايقه مفيش فيها اي ريمه او اي حاجه. حطي ميه مغليه يعني بصي يعني انت ممكن تستغني عن الكاتل خالص. انا كل اللي انا بعمله باجي اطبخ انا عارفه انا هقف اعمل ايه، هحتاج ميه ولا لا، بولع على البراد جنبي على اي عين من اللي حواليا دول، بروح مولعه على البراد واسيب بقى الميه تغلي على ما انا مع يعني مثلا ايه اللحمه تتشوح، اكون الميه غليت اروح حطاها على الحاجه يعني اللي انا عايزه اطبخها وكده. النهارده هعمل ايه؟ هعمل فاصوليا خضراء. دي فاصوليا خضراء انا كنت مفرزاها. الخضار يا بنات المتفرز باميه بسله فاصوليا، لو حتى كوسه، لو انتي مفرزه كوسه، اي خضار متفرز حطيه زي ما هو زي ما حضراتكم شايفين كده. بدبل البصله والفاصوليا طبعا بتحتاج توم وكم فص، حوالي 4 5 فصوص من الثوم. وبعد ما اصفر شويه نزلت بالفاصوليا ونزلت بقطعه من الصلصه وهديت عليها وسبتها كده مع نفسها تتكتك وتفك كده بالراحه مع نفسها. اوعي تسيبي الخضار يفك. بصوا بقى الشوربه وجمالها والرواقه بتاعتها ما شاء الله تبارك الله حلوه جدا جدا وجميله وصافيه وجميله ورايقه جدا. اوعي تسيبي الخضار بتاعك يفك. يعني انا طلعته من الفريزر نزلته على الحله على طول بعد ما حمرت البصل او بعد ما صفرت البصله. يعني مش مثلا وانا كان محطوط على الحوض وانا بصفر البصله لا، انا كنت حاطاه في الفريزر لحد ما صفرت البصله والتومه، طلعته ونزلت بكيس الخضار بتاعي في التقليه بتاعتي او الحاجه بتاعتي، علشان كده الخضار يحتفظ بجميع السوائل بتاعته، ما تلاقيش طعمه غير. انما انت لو سبت الخضار يفك هينزل كل المية بتاعته فخلاص طعمه اتغير وبقى مش طعمه زي الفريش. انما بالطريقة دي ما شاء الله ما شاء الله الفاصوليا عايز اقول لكم كان طعمها حلو قوي. انا نادر لما بعمل فاصوليا، فبتبقى حيرة بقى وكمان انا عندي البسلة مخلصاها من يعني بقالي فترة. فبقى ايه قلت ايه ادور عندي كده بقلب في الفريزر فلقيت ايه كيسين فاصوليا وفي كيسين سبانخ، ان شاء الله باذن الله برضو نبقى نعملهم. الاكل ده جميل جدا جدا، خضار كله فيتامينات وحاجات طبيعية، والله ما فيش احلى من الاكل الطبيعي ده. يعني بصوا إيه حاجة صحية ومغذية، وبرضو احنا بنعمل الاكل التاني، بس برضو ما نقدرش ان احنا نعتمد اعتماد اساسي واعتماد كلي على اللي هي الحاجات الايه الفاست فود، الكريب، الشاورما، الكنتاكي، يعني بيتهيألي انا الكنتاكي ده مثلا ايه بعمله مرة في السنة صراحة، يعني بزيت ومستوي في زيت وكده، فبحس ان هو تقيل علينا، يعني بحس ان هو تقيل كده مش يعني الولاد مش يعني حتى مثلا انا اعمله مرة ممكن ما يطلبوهوش تاني.
فالحمد لله يا رب والشكر لله، وربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. هسيب بقى الفاصوليا زي ما حضراتكم شفتم، بعد ما فكت سبتها تفك براحتها، وبعدين نزلت عليها بكبشتين من الشوربة، وهسيبها تغلي شوية كده لحد ما تستوي معايا. على ما هي تستوي هعمل اللهم صل على النبي، هعمل شوية رز كده بشعرية، حاجة كده بصوا عسل، حاجة كده اللهم بارك زي الفل. الحمد لله يا رب وربنا يديمها علينا. ممكن بقى تعملي رز حبة وحبة، شوية رز بشعرية على حسب المتاح معايا والمتوفر عندي. بس انا عملت بقى شويه رز بشعريه كده مفلفلين وزي الفل، وكانوا زي طعمهم زي العسل الحمد لله. بشوح الشعريه في الزيت، لازم زيت. بصوا الرز لو عملتيه بسمنه بس، لو عملت الرز بسمنه بس هيمسك في بعضه، انما لازم معلقه السمنه مع شويه زيت، بيدي للرز لمعه، الزيت بتدي للرز لمعه، وكمان ما بيخليش السمنه تعجن الرز او تخلي الرز ملزق في بعضه. بصوا هنا بقى انا كان كنت خلصت طبعا كده الطبيخ وطبخنا والحمد لله يا رب والشكر لله، وكمان اتغدينا. بس انا كان جالي ضيوف في الوقت يعني بتاع الغدا وكده، وغرفنا واتغدينا، وما كنتش صورت يعني الغدا لان كان كان الضيوف عندي وكده. فالمهم انتوا طبعا عرفتوا انا طبخت كده وخلاص، الحمد لله والشكر لله، وطلعت طبق مخلل وفضل ونعمة، وربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال اللهم امين. كنت مطلعه في الفريزر من الصبح، من ساعة ما كنت صحيت كنت مطلعه القشطة، عشان انا خلاص يعني محتاجة سمنة بلدي، وانتوا عارفين السمنة البلدي غالية جدا جدا جدا. فانا متعودة ان انا بحب اجيب الحليب الطازة من عند حد ما شاء الله تبارك الله حلو، او محل بتاع البان يكون انت واثقه فيه، يعني له سمعه كويسه ان هو ما شاء الله تبارك الله بيراعي ربنا ومنتجاته وحاجته كويسه. اللهم صل على النبي. الحليب انا بغليه زي ما حضراتكم شفتم كده، غليته الصبح، وبعدين لما بيبرد بغطيه وبحطه في التلاجة. وبصراحة احنا ما بنشربش حليب اول يوم، يعني لما الحليب بيتغلي كده ما برضوش اخلي يعني ما حدش بيطلب حليب. وكمان انا بقول لهم لما لم القشطة بتاعته نبقى نشرب الحليب. حد هيقول لي الحليب لا ما فيش فيه فايده والقشطه، لا هو الحليب اصلا ما شاء الله تبارك الله غني بالفيتامينات والكالسيوم والدهون. حتى لو يعني القشطه احنا بنقلل الدسم شويه، انما احنا مش بنمنعه خالص. فهو برضو بيبقى الحليب ما شاء الله تبارك الله جواه كميه من الدسم حلوه جدا. فانا بشيل القشطه تاني يوم لما الحليب بعد ما بيبرد وبحطه في التلاجة، بروح بقى تاني يوم بالمصفى زي ما بنعمل مع كتير مع بعضنا وكده، بروح بالمصفى، بروح لما القشطه وبعينها بقى في العلب دي في الفريزر. لما بتتجمع معايا بلقى كده العلبتين دول اتملوا، او خلاص انا محتاجه سمنه، فبروح مطلعاهم زي كده. ده الكف اللي انا استعملته، اللي هو الكف اللي عامل زي حرف الكي، تمام، مش المضرب اللي هو بتاع البيض، لا مضرب البيض هيحولك القشطه دي لكريم شانتيه على طول كده مباشر. وبرده نقطه مهمه جدا علشان القشطه تلم معاكي، ما تسيبيهاش لما تبقى بدرجه حراره المطبخ، لا لازم تكون ساقعه، يعني ساقعه ساقعه، مش ساقعه شويه صغننين، لا ساقعه ساقعه، علشان اللي ما تتحولش معاكي من قشطه لكريم شانتيه. هتلاقيها بقت رغوه معاكي، كريم شانتيه كريم شانتيه. فلا انت بالكف اللي هو زي حرف الكي دون استعمليه. وكمان مهم قوي ان يكون ساقعه. طيب لو يا بسمه انا مطلعاها وفكت مني وحاساها كده ان هي سخنت مني، رجعيها الفريزر حوالي ربع ساعه تسقع بس شويه كده وتمسك نفسها، وبعدين ابدأي اضربي بالعجان. او انا كنت يا بنات قبل ما يكون عندي عجان، انا مش طول عمري بعجان، انا كنت قبل ما يكون عندي العجان كنت بعمل كل حاجه بايدي، كنت بعمل كحك، البسكويت، قرص، القشطه زي كده بايدي. طب القشطه تتضرب ازاي يا بسمه؟ نفس حكايه العجان بس بايدك بقى. يعني بصي بتحطي في حله عميقه زي مثلا اي حله ستانلس او اي طبق بلاستيك عندك، وبتبداي ان انت تلفي ايدك بسرعه كده، شفتي زي العجان كده ما بيلف، بتحاولي تلفي بايدك، تلفي 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 لحد ما هتلاقيها ان هي في الاول ناعمه، قشطه ناعمه، قشطه عادي، قوام القشطه طبعا حضرتك عارفاه. شويه شويه هتلاقيها ان هي تبدا تتقل معاكي كده شويه، انت هتحسي بقوامها في ايدك ان هو اختلف، يبقى عسل، يبقى احنا كده ماشيين على الطريق الصح. بعد كده هتلاقيها هتنزل ميه،
هتطرد اللي هو الخض اللي منها. الخض ده اللي هو اللي عامل زي الحليب، اللي لونه زي ابيض زي الحليب ده. الخض ده طبعا ما بيترميش، اوعي ترميه. الخض ده بيتعمل منه معجنات، احلى معجنات تعملي بيه كماج. فكرتوني، انا بقالي كتير قوي قوي ما عملتش كماج، ان شاء الله باذن الله نبقى نعمل كماج مع بعض. تعملي بيه كماج بيطلع تحفه جدا جدا وحلو قوي قوي قوي. تعملي بيه قرص، تعملي بيه باتيه، تعملي بيه كرواسون، تعملي بيه العيش الفينو، اللي هم مثلا لو انت عايزه تعملي عيش فينو للمدارس. ده بصوا، حتى في يعني قطع كده من الزبده، يعني احنا كده دي زبده بلدي، دي زبده بلدي صافي 100%. طبعا الحاجات اللي في العجان دي انا ما برميهاش، انا بجيب الاسباتيولا وبص مش عايزه اقول لكم بخلي العجان اتغسل بخليه زي الفل. ما شاء الله تبارك الله. دي الزبدة اللي طلعت معايا من كمية القشطة اللي انا كنت عاملاها مع حضراتكم. ودي الخض، ده الخض اللي انا، بس انا بصراحة يعني انا مش هعجن في اليوم ده، يعني انا اليوم ده ما كنتش هعجن ولا حاجة. فحطيتها في علبة كده وهشيلها اعينها في الفريزر. عايزة تعجني بقى وقت ما انت تحبي قرص، كماج، اي معجنات انت حابة ان انت تعمليها، توكلي على الله وادخلي بقلب جامد واعجني بيها. عايزه اقولك حلوه قوي قوي. بدل الحليب، بدل الحليب، يعني انا بعجن بيها بدل الحليب. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو وصلت معايا لحد هنا فضلا منك يلا حطي لي لايك للفيديو. هسيح بقى الزبده ازاي او السمنه البلدي ازاي. عندي هنا نص الفنجان ده زي ما حضراتكم شايفين، وحطيت عليه معلقه صغيره من الملح. وبدوب الملح كده بالميه، وهنزل بيه على الزبده بتاعتي. طب يا بسمة، الخطوه دي لازمتها ايه؟ الخطوه دي بيخلي بخار الماء اللي طالع من الزبده، بخار الماء اللي طالع من الزبده فيه نسبة دهون قليلة، يعني يبقى طالع مية ما يبقاش طالع لي سمنة. فاهمين قصدي؟ اللي بيتبخر مية مش سمنة. فانا بعمل بالطريقة دي بتبقى حلوة جدا. وكده كده على ما تخلص ان هي تسيح يعني هتلاقيها المية دي اتبخرت، فيبقى انا معايا كده بحافظ على كمية السمنة اكتر من ان هي تتبخر. فاهمين قصدي؟ بعد ما الزبده معايا فكت ما شاء الله بصوا بتبقى عامله زي الحليب. وايدك فيها بقى كل شويه تروحي وتقلبي، وتخلي بالك من الارضيه علشان ارضيه الحله ما تتحرقش. وتبداي تقلبي بقى رايحه جايه كده عليها على نار هاديه جدا جدا عشان تستوي كويس، عشان تطلع معاكي زبده. ما تلاقيهاش بعد الشر لا قدر الله الوش عمل عفونه او كده، لا سيبيها على الهادي تستوي خالص. بصوا بقى الجمال ما شاء الله تبارك الله. كده انا خلاص يعني كان فاضل لها مثلا ايه 5 دقايق بالظبط، وبعدها رحت طافيه. شفتوا بقت ما شاء الله ما شاء الله. بقت على فكره انا بفصل الكاميرا وبدنيني بقى كذا مره، يعني مش مثلا في الدقيقتين دول كده اللي الزبده اتعملت سمنه، لا. ده انا ببقى مثلا افصل الكاميرا واقعد بقى ايه، كل 5 دقايق اقوم اقلب، كل 5 دقايق اقوم اقلب. فبتاخد معايا مثلا ممكن نص ساعه، ساعه الا تلت في الحدود دي. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما كانت لونها ابيض بتبدا تفتح وتبقى تشف كده شويه 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 لحد ما بتبقى لونها شفاف زي الميه بالظبط، شفافه جدا جدا. والريحه بقى مش عايزه اقول لكم حاجه كده ما شاء الله تبارك الله، خطيره بجد بجد. يعني الحمد لله يا رب والشكر لله. عملنا سمنه بلدي من ايه؟ عملنا سمنه بلدي من ال2 كيلو الحليب اللي احنا بنجيبهم وبغليهم وبنطلع منهم القشطه. يقعد معايا شهر، يقعد معايا شهرين على ما اجمع القشطه. القشطه ما بيجرالهاش اي حاجه خالص طالما انتي القشطه دي انت حطاها في الفريزر. القشطه انا بلمها والعلبه دي محتفظه بيها في الفريزر. الاسبوع الجاي جبت الحليب هطلع العلبه من الفريزر بعد ما اغليه، وتاني يوم اروح لما القشطه واروح حطاها في العلبه واغطيها واعينها تاني في الفريزر لحد ما العلبه معايا ما شاء الله تتملي بالخير. وربنا يملى بيوتنا جميعا بالخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. لو وصلتي معايا لحد هنا فضلا منك حطي لي يلا لايك للفيديو ودعوة حلوة من قلبكم، وربنا يبارك لكم يا رب ويبارك لنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. فقرة غسيل المواعين، فقرة الدردشة مع اخواتي الغاليين. حبيبتي بتقولي يا بسمة عايزاكي تتكلمي عن الزوج الشكاك اللي بيخرب بيته بايده، بيشك في كل حاجة وصليط اللسان، لسانه طويل وبيمد ايده وبيشرب حاجات يعني مش كويسة، مخدرات يعني او حاجة زي كده. بيشرب حشيش، هي كاتبه حشيش ماشي. فالمهم حبيبتي ربنا يا رب يهديه وربنا يصلح حاله. وما تحاوليش ان انتي
تقفي قدامه. يعني انتي بتقولي انا متجوزة يا بسمة بقالي 17 سنة، 17 سنة، وبتقولي ما شاء الله برضو بتقولي انا معايا 4 اولاد واحنا على الحال ده بقالنا 10 سنين ومفيش جديد. يا ريت ترد عليا انتوا المتابعين، وانا بحب اخد رأيك في المشكلة دي. انتي ارائك عاقلة، الهي يسترك ويسعدك ويكبر بخاطرك يا روحي. ربنا يا حبيبتي يهديه ويصلح حاله ويا رب يكرهه في المشوار او في الحاجة اللي هو ماشي فيها دي. ربنا يا رب يكرهه فيها، وربنا يا رب يهديه له، ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويكرهه فيها. لان انت ما شاء الله تبارك الله انت معاكي 4 اولاد، 4 اولاد. فهل انت هتقدري على مسؤوليتهم لوحدك؟ ده سؤال برضو انت تسأليه لنفسك. هل انت هتقدري على مسؤوليتهم لوحدك؟ هل انت عندك المكان اللي انت تروحي بال4 اولاد فيه السن دون اللي ما شاء الله؟ يعني انت متجوزه عن بقالك 17 سنه، يعني ابنك مثلا او بنتك 16 سنه 15 سنه فيما تحت، اللي هم داخلين في سن اللي هو محتاجين الشديه شويه، محتاجين وجود الاب، محتاجين ان انت يكونوا هم يخافوا ان في بابا، ان انت مثلا يخافوا ان هم يعملوا حاجه غلط وكده عشان بابا، او يخافوا ان هم يعملوا دوشه علشان بابا، رغم ان بابا اصلا في عالم تاني. يعني انا برضو بصي انا بتكلم معاكي ومعاكم كده باللي جوايا، انا ما بكونش مرتبه لحل المشاكل خالص، اقسم بالله. انا بقرا المشكله وقتي وانا بسجل الفيديو، مش بكون مثلا قبل الفيديو بجيب المشكله واقراها كده واقعد اذاكر فيها شويه، لا انا بتكلم كده باللي جوه قلبي بيطلع على لساني على طول. فلو حضرتك، هو اكيد معلش في الكلمه، اكيد هو ما بيحلش وما بيربطش، يعني مش شايل مسؤوليه الولاد. ليه؟ لان دماغه مشغوله في الحاجات اللي هو بيشربها والسكه اللي هو ماشي فيها دي. ربنا يا رب يكرهه فيها، وان شاء الله باذن الله يرد ليكم كده ان شاء الله باذن الله سلم غانم معافى من الابتلاء اللي هو فيه. وربنا يا رب يحفظ ولادنا وازواجنا وشبابنا من الحاجات دي بجد والله العظيم. ربنا يا رب يحفظنا ويعافينا جميعا يا رب. فانت لو هتقدري على مصاريف ومسؤوليه ال4 اولاد، انا ممكن اقولك اتطلقي، او مش انا يعني، بصي الحل ان هو تطلقي، تمام. بس لو مثلا ان انت شايفه منه ان هو في منه امل، في منه رجعه، ادعي ربنا سبحانه وتعالى واصبري، والصابرين على خير ان شاء الله باذن الله. ربنا هيكبر بخاطرك وهيعوضك خير، وربنا يهديهولك ويكرهه يا رب في الحاجه دي. وحاولي ان انت تتجنبيه، حاولي ان انت تتلاشيه على قد ما تقدري، علشان خاطر بعد الشر، بعد الشر ما يأذيكيش او ما يأذيش الولاد. يعني بصراحة انا مش عارفة اقول ايه والله. بس اتمنى برضو من اخواتي المتابعين ان هم يكتبوا رأيهم في التعليقات، لان الحاجات دي بتبقى ابتلاء، وابتلاء وحش جدا جدا جدا. ربنا يكفينا الشر، وربنا يا رب يحفظنا ويعافينا ويحفظ اولادنا ويحفظ شبابنا ويحفظ ازواجنا من السم الهاري اللي الحاجات الله اكبر اللي بعد شر، بعد شر الحاجات الوحشة دي بتدمر العقل وبتدمر الجسم وبتدمر البيوت وبتدمر الاولاد، بتدمر كل حاجة بجد والله. فربنا يعافينا ويحفظنا يا رب ويهدهولك يا رب. ادعي ربنا سبحانه وتعالى. وربنا قادر، ربنا سبحانه وتعالى قادر، يعني مفيش حاجة خالص خالص بعيد عن ربنا. ربنا يا رب يحفظ شبابنا وأولادنا يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. السكة دي بصراحة يعني طريق الحاجات دي ربنا يعافينا بجد والله العظيم، ربنا يعافينا. ادعي ربنا سبحانه وتعالى، صلي قيام ليل، ادعي ربنا سبحانه وتعالى وانت بتسجدي كده وفي صلاتك وفي خشوعك. يا ناس اتعافوا من الحاجات دي وبعدوا عنها بعد ما كانوا مثلا ان الحاجة دي ما يقدروش يستغنوا عنها. فربنا يا رب يهدهولك، وربنا يا رب يكرهه فيها عشان خاطر بيته وعشان خاطر اولاده وعشان خاطر نفسه او لاي حاجة. فانت معلش طولي بالك عليه، زي ما بقولك هتقدري تطولي بالك وحاسه ان في منه امل ان هو يبعد عن الحاجه دي ويرجع كده لبيته ولاولاده، يعني لنفسه ولروحه ولحياته. هيقدر يعمل كده تمام، مش هيقدر وحاسه ان هو خلاص ماشي بقى في سكه بعد الشر، بعد الشر الهلاك. فهقولك ايه، اقولك انفدي بجلدك انت واولادك، وربنا يعينك يا رب على ما اصابك ده بجد والله العظيم. ربنا يا رب يهدي ازواجنا جميعا ويهدي شبابنا ويهدي يعني الناس كلها يا رب، ويا رب يرزقنا جميعا حسن الخاتمه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه وتوفنا وانت راض عنا يا رب العالمين، اللهم امين امين يا رب العالمين. هنا بقى اللهم صل على النبي.
مسكت بقى المواعين بقى، كان عندي بقى ما شاء الله كمية شوية مواعين، وبعد كمان دون في حلتين كان فضيوا برضو مسكتهم بعد ما خلصت ده كله، مسكتهم وغسلتهم علشان المطبخ كده يبقى نايم معايا ونضيفه زي الفل. برضو انا مش، بصوا انا مش خارقة، انا بيجي عليا اوقات المطبخ بيبات فيه مواعين في الحوض. بصوا انا ما عنديش، انا عندي سلام داخلي. انا مسامحه، انا متسامحه، انا ما عنديش اي مانع ان الحوض يفضل فيه شويه مواعين. انا مش قادره، انا مش خارقه، انا مش هيرو للدرجه يعني، فاهمين؟ لا انا بيجي عليا اوقات ان انا خلاص 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 فصلت يعني، بصوا مش هتتغسلوا يعني مش هتتغسلوا، حتى لو شويه صغيرين. وفي اوقات لا، ضميري بقى اللي هو الايه الطيب بزياده، لا يا لا 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 يا بس انت ازاي تسيبي المواعين؟ طب انت هتعرفي تنامي؟ طب انت هتعرفي ترتاحي؟ فعلى حسب المود، ما تعرفوش على حسب ايه. المهم إيه كده، انا خلاص خلصت غسيل المواعين الحمد لله رب والشكر لله. وكمان كنت سبت السمنه بردت تماما تماما، وما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي. بصوا حاجه كده زي الفل. إيه كميه القشطه طلعت لي ما شاء الله، يعني يعتبر العلبه دي تاخد اكتر من كيلو ونص او 2 كيلو سمنه، العلبه اللي هي المربعه. وكمان ما شاء الله برضو البرطمان الازاز ده انا كنت بصوا هو كان خلاص بيشطب معايا. السمنه البلدي اللي انا كنت مسيحاها مع حضراتكم من فتره، اللهم صل على النبي، فبرضو كانت خلاص بتشطب معايا، فقلت احط بقى فيها كده وابقى استعمل البرطمان الازاز ده الاول. انما العلبه دي انا هسيبها يعني ايه، احطها في التلاجة. ودي المرته اللي بتطلع، المرته اللي بتطلع من القشطه بتبقى مخرزه. على فكره احنا بنحب المرته المتخرزه دي. طيب انت عايزاها ناعمه، حطي على كميه المرته دي حوالي كوبايه من الحليب او نص كوبايه من الحليب، واضربيها بالهاند بلندر، اضربيها في الخلاط. المهم يعني ايه، تنعميها لو انت حباها. انما انا عندنا بصراحه بنحبها يعني مخرزه كده، وكمان بيبقى طعمها حلو بصراحه، طعمها جميل. هسيبهم بقى لما يبردوا تماما تماما، وبعد كده هغطيهم وهحتفظ بيهم في التلاجة، عشان انتوا عارفين ايه، ما بحبش اسيب حاجه عندي على الرخامه وكده. كان كمان الفول كان خلاص كمان، كان خلاص برد. وعايزه اقول لكم برضو ايه، خدنا كده شويه صغننين كده من الجنب، عملت لهم كده طبق كده يعني، بصوا زبدة ما شاء الله. بصوا الفول عامل ازاي، الفولة يعني مهرية حرفيا، وبقى من غير بيكنج باودر او كربونات او اي حاجة خالص، هو كده حتى من غير ليمون، نسيت احط ليمون. بس الفولة، هو الربط على الفولة بصراحة، لان الفولة ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين بيضة. إيه على حسب الفولة، هاتي الفولة اللي هي البيضة، مش الفولة الغامقة البنية المحروقة قوي دي، لا هاتي الفولة اللي تبقى فاتحة ما بتاخدش في السوا، وكمان بتبقى بيضة كده وجميلة وطعمها بصراحة حلو جدا. هعبي بقى الأكياس بتاعتي. طبعا الفول دوت إيه، فطار برضو. المرة دي ما كنتش عايزة اضربه بالهاند بلندر، انا كنت حابة ان انا عايزة فول إيه، يا اما يبقى صحيح كده، يا اما عارفين ان هو ايه، بظهر المعلقة او بظهر شوكة او بظهر كوباية اهرسه. انا مش عايزاه اللي هو إيه مهروس خالص بالهاند بلندر، لا انا مش عايزة الحكاية دي. مره كده ومره كده، عارفين اللي هو ايه، بتحبي ان انت تغيري. يا دوبك بقى كده الفول دوت، انا ما بحطش كمون ولا كزبره وهو بيستوي. بنطلع كيس الفول ونحطه مثلا في الطاسه او الطبق، بحط عليه بقى ملح وكمون وكزبره وعصره الليمون وزيت ومعلقه الطحينه، وتاكلي احلى وانضف واطعم طبق فول إيه ما شاء الله ان انت تاكليه. فبألف هنا وشفا والحمد لله يا رب، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. احنا مش بنتكلم على التوفير على قد ما بنتكلم على الحاجة ان هي بتكون نظيفة وانت عاملاها في البيت، وبتاع البيت طعمه بيختلف عن بتاع بره بصراحة. يعني فبيبقى ان انت عايزة ايه، تغيري الطعم. انا بقالي فترة بصراحة بشتري فول من بره، بجيبه مثلا من اي مطعم متوضب وخلاص. فالمرة دي بقى حسيت ان انا ايه، لا انا نفسي ان انا عايزة، لما جبته الاسبوع اللي فات، لا نفسي اكل فول بيتي انا عاملاه وكده. فالحمد لله يا رب. هقصقص بقى الشنبات بتاعه الكيس الاجزاء دي، عشان ايه ورصهم بقى في المنظم ده، بحيث ان انا ابقى عارفه ان المكان ده بتاع الفول. اطلع الكيس وخلاص للفطار، وبالف هنا وشفا. وما شاء الله عمل معايا الكميه دي. بصوا الفوله مجرد ما انت بتضغطي عليها كده بصباعك بتدوب، بتدوب حرفيا.
فالحمد لله يا رب والشكر لله، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب، اللهم امين. والسمنة بتاعتي الخير كبير جدا 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 في البيت، اللهم لك الحمد ولك الشكر. انا مستنيه ان هي تبرد تماما عشان ما تعملش معايا طبقة عفونة. فربنا الحمد لله، ربنا يديمها علينا النعمة ويحفظها من الزوال، وربنا يملى بيوتنا جميعا يا رب بالخير والبركة، اللهم امين امين يا رب العالمين. وبحبكم جدا جدا في الله، يا رب تكونوا استفدتوا لو حتى استفادة بسيطة. ولو الفيديو عجبكم متنسونيش بلايك وشير ودعوة حلو من قلبكم، بحبكم جدا في الله. اشوفكم على خير فيديو جديد، هتوحشوني جدا جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.